السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس الأوبن شيفت ادمنستريشن، والنهاردة هنتكلم مع بعض عن موضوع من أهم المواضيع في الأوبن شيفت، وهو how to restrict the traffic between the projects والبودز عن طريق حاجة اسمها network policies. طيب وخلينا نروح نشوف الديفولت behavior في الأوبن شيفت، هل هو بيألاو ولا بيديناي؟ فالديفولت behavior في الاوبن شيفت ان هو بيألاو الاول ترافيك، لان احنا اللي بيكون حاصل ان احنا عندنا كل البودز او البود تو بود كوميونيكيشن بيكونوا موجودين في حاجة اسمها بود نتورك، والبود نتورك دي بتكون فلات نتورك حتى لو احنا في نيم سبيسز مختلفة. يعني البود A موجود في نفس النتورك اللي موجود فيها بود B اللي موجود في نيم سبيس مختلف، في نفس النتورك اللي موجود فيها بود C اللي موجود في نيم سبيس تالت خالص، وبود A يقدر يوصل لبود B، وبود C يقدر يوصل لبود B و A، وهكذا. فمعنى كده ان احنا ما عندناش اي حاجة تريستريكت الترافيك. لو احنا عندنا مجموعة بودز موجودين في نيم سبيس ريليتد لتيم معين، وبودز تانية موجودة في نيم سبيس مختلف ريليتد لتيم تاني، البودز قادرة تكلم بعض والدنيا سايحة على بعض. فلازم احنا كادمنستريتورز نريستريكت بقى الترافيك ده، ونقلقه بس الترافيك اللي مطلوب على حسب الشغل. فهنا بيجي بقى دور النتورك بوليسيز ان هي تبتدي تريستريكت الترافيك ده. فتعال نبص على الاستراكشر بتاع النتورك بوليسي ريسورس. فلو بصينا على اليوم الفايل بتاع النتورك بوليسي ريسورس هنلاقي عندنا طبيعي الكايند الاي بي اي فيرجن الميتا داتا، وبيتحدد فيها النيم سبيس. فده يوضح لنا ان النتورك بوليسي بتكون نيم سبيس، يبقى انا جوه كل نيم سبيس بروح احط نتورك بوليسي عشان اريستريكت الترافيك، سواء اللي داخل لي او سواء اللي هيطلع من البودز اللي موجودة عندي في النيم سبيس. فاول حاجة عندنا بعد كده بقى في السبيك، اول حاجة موجودة عندنا وهي البود سيلكت. والبود سيلكتور ده بيديفاين البودز اللي موجودة عندي في النيم سبيس بتاعي اللي هيطبق عليها النتورك بوليسي اللي انا بكتبها دلوقتي. فلو انا كنت سايب البود سيلكتور ده فاضي، فده معناه ان هو هيطبق على كل البودز اللي موجودة عندي في النيم سبيس. لكن لو انا حطيت تحتها ماتش ليبلز وحطيت ليبلز معينة، يبقى انا دلوقتي هطبق البوليسي دي على البودز اللي فيها ليبلز بتماتش الليبلز اللي انا هذكرها عندي هنا في النتورك بوليسي بتاعتي. بعد كده عندنا حاجة اسمها الانجرس دي بتحدد الانباوند ترافيك او بتريستريكت الانباوند ترافيك. اي حد عايز يكلمني من نيم سبيس تاني او من بود مختلف، فانا هنا جوه الانجريس بطبق عليه الريستريكشن. فانا في الانجريس بقول له انجريس واقول له فروم، فيا اما اختار نيم سبيس سيلكتور، يا اما اختار بود سيلكتور، يا اما اختار الاتنين مع بعض واحط التاجز بتاعتهم، وابقى انا كده حددت مين اللي يقدر يتواصل معايا، انهي نيم سبيس هو اللي يقدر يتواصل معايا، وانهي بودز جوه نيم سبيس معين اللي تقدر تتكلم مع البودز اللي موجودة عندي في النيم سبيس بتاعي. نفس الكلام للإجريس. لو بصينا تحت هنلاقي موجود عندنا إجريس رول، والإجريس رول بتحدد الأوت أو تريستريكت الأوت باوند ترافيك. البودز بتاعتي تقدر تطلع تكلم مين، ايه رينج الاي بيهات اللي تقدر تطلع تكلمه، ايه البروتوكولز اللي تقدر تطلع تتكلم بيها. زي ما قلنا فروم وتو. فروم بتبقى مع الانجريس مين جايلي، والتو دايما بتبقى مع الاجريس انا رايح اكلم مين، او البودز بتاعتي رايحة تكلم مين. بعد كده البورتس، لازم بقى نحدد البورتس اللي احنا هنتكلم عليها، سواء بقى TCP UDP والبورت نمبر اللي احنا هنستخدمه. طيب طبعا بعد ما بنكتب الريسورس فايل نقدر نقول له OC create ونديله الفايل بتاعنا، يا اما نقول له بعد ما بنكريت الريسورس نقدر نقول OC get network policies ونحدد النيم سبيس اللي فيه النتورك بوليسي بتاعتنا، او OC describe للنتورك بوليسي، او طبعا ممكن كمان نقول له OC delete للنتورك بوليسي.
طب تعالى بقى نشوف ازاي ان احنا نقدر نenable النتورك بوليسي بتوين البروجيكتس وبتوين البودز. تعالى ناخد مثال. فاول حاجة احنا محتاجين نعملها ان احنا محتاجين نليبل النيم سبيس عندنا، لان انا زي ما احنا شوفنا كان في الانجريس قلنا له from namespace وقلنا له النيم سبيس سيلكتور. فانا محتاج احط تاج على النيم سبيس بتاعي او احط ليبل على النيم سبيسز اللي انا هستقبل منها الترافيك. فهنا اقدر اروح على اي نيم سبيس واقول له OC label نيم سبيس واديله اسم النيم سبيس واديله الليبل اللي انا عايز احطه على النيم سبيس. بعد كده اقدر اكتب بقى اليامل فايل بتاعي بنفس الطريقة. هقول له الانجريس from namespace selector واختار التاج او الليبل اللي انا كنت حطيته على النيم سبيس اللي هيكون جاي منه الانجريس ترافيك. ولو انا عايز اسبيسيفاي جوه النيم سبيس ده بودز بتاج معين اقدر برضو اقول له بود سيلكتور، وابقى انا كده طبقت اند كونديشن. ايه الاند كونديشن؟ احنا نقدر واحنا بنكتب الرول ان احنا نحدد سواء كانت هنطبق اند كونديشن او اور كونديشن. اند كونديشن لو احنا عندنا هنا واحنا بنكتب بدأنا ليست وقلنا له نيم سبيس سيلكتور وبعدها على طول واحنا بنقول له البوت سيلكتور حطيناها جوه نفس الليست، يعني انا ما بدأتش ايتم جديد هنا جوه الليست، فمعنى كده ان انا بطبق اند. يبقى انا كده في الكونديشن بتاعتي دي لازم يتطبق شرطين، ان هو يكون جوه نيم سبيس اللي عليه الليبل نتورك ديف والبود اللي هيجي منه يكون اب موبايل. لو في واحد من الشرطين دول ما اتطبقش الكونديشن هتطلع لاغي ومش هيقبل الترافيك. طيب لو انا وانا بكتب رحت اديته ان النيم سبيس سيلكتور موجود لوحده في ايتم والبوت سيلكتور موجود في ايتم لوحده as a list item، فكده معناها ان هو اي شرط من الشرطين دول يتحقق فهيقلاو الترافيك. طيب ايه بقى البيست براكتس لو احنا النهارده خلاص عملنا deployment لاوبن شيفت كلاستر وعايزين نعمل الدي 2 configuration بتاعته؟ من البيست براكتسز اللي موجودة ان احنا لازم نروح نديناي اول. خلينا فاهمين ان احنا الاول كان الديفولت بيهيفير بتاع الاوبن شيفت ان هو بيقلاو اول. بمجرد ان احنا حطينا نتورك بوليسي جوه النيم سبيس بتاعنا فهيبتدي يديناي اول ما عدا الرولز اللي احنا حطيناها بقى في الانجريس او الاجريس، هي دي اللي هيتعمل لها allow. طيب يبقى اول حاجه بقى المفروض ان احنا نعملها او اول بوليسي نعملها ايه جوه النيم سبيس بتاعنا؟ ان احنا نديناي اول اي حاجه جايه لنا جوه النيم سبيس نعمل لها ديناي وبعدين نفتح على حسب الاحتياج بتاعنا. تعالى نبص على الكونفيجريشن اللي عندنا. الكونفيجريشن اللي عندنا هنا بنديناي كل الترافيك اللي جاي لنا عن طريق ان احنا في البوت سيلكتور سيبنا الفاليو فاضيه، فمعناها ان هي اتطبقت على كل البودز اللي جوه النيم سبيس، وكمان ما رحناش قلنا له ولا انجريس ولا اجريس. فمعنى كده ايه؟ ان احنا مفيش رول احنا قايلين له قلوها او عامل لها قلاو. فمعنى كده ان اي ترافيك جاي للنيم سبيس هتيجي النتورك بوليسي تقف له وتريستريكته وتمنعه ان هو يدخل للنيم سبيس عندنا. طيب في بقى شوية سيرفيسز في الاوبن شيفت بيكون محتاجين ان احنا نعمل لها قلاو. زي ايه؟ زي الانجريس. انت النهارده الانجريس ده بيجيلنا من الانجريس كنترولر او من نيم سبيس اللي فيه الاوبريتور بتاع الانجريس، فاحنا محتاجين ان احنا نقلاو الترافيك اللي جاي من النيم سبيس اللي فيه الانجريس كنترولر. فهنا هنيجي نحط رول تانية. في الرول دي هنقول له البوت سيلكتور زي ما احنا قلنا هنسيبها فاضية عشان تبقى applied على كل البودز، وهنيجي نقوله في الانجريس ونديله النيم سبيس سيلكتور ونماتش الليبل اللي موجود عندنا ده، او نروح نبص على الانجريس نيم سبيس ونشوف الليبلز اللي فيه. فهنلاقي عندنا الليبل اللي موجود قدامنا ده هو الليبل اللي موجود هناك، فهناخده ونحطه في البوليسي بتاعتنا عشان نقلاو اي ترافيك جاي من الانجليس. فبمعنى كده ان لما هنحط عندنا workload ونكريت له راوت ونبتدي نكسبوزه externally فاي حد يقدر يوصل للورك لود بتاعنا ده.
طيب وتاني حاجة مهمة لازم الاوبن شيفت يكون قادر يوصل لها، او سيرفيس مهمة يكون الاوبن شيفت قادر يوصل للبودز بتاعتنا عن طريقها، وهي المونيتورنج. لان المونيتورنج ستاك محتاج ان هو يأكسس البودز عشان يقدر يمونيتور البودز بتاعت الابليكيشن بتاعنا. فنفس الكلام هنروح نحط ingress رول ونماتش على الليبل بتاع المونيتورنج نيم سبيس. طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها admin network policy. الاوبن شيفت فيه نوعين من النتورك بوليسيز، حاجة اسمها نتورك بوليسيز اللي احنا اتكلمنا عنها، وعندنا حاجة تانية اسمها الادمن نتورك بوليسيز. الادمن نتورك بوليسيز دي بيستخدمها الادمنز، وهي بتطبق على الكلاستر سكوب، فهي بيكون ليها هاير بريزيدنس. معنى ده ايه؟ معنى ده ان الاوبن شيفت بيروح يبص عليها هي الاول، سواء هي قالت له allow فهي allow وهي هتوفر رايت النتورك بوليسي العادية، لو هي بتديناي فهتديناي، لو هي بتكونفليكت برضو مع النتورك بوليسي. نتورك بوليسي بتقول allow ولكن في الادمن نتورك بوليسي بتقول deny، فطبعا هيروح يبص الاول على الادمن نتورك بوليسي وهي ابلاي الادمن نتورك بوليسي. الحاجة الوحيدة لو في ادمن نتورك بوليسي موجودة وهتخليه ان هو يروح يبص على النتورك بوليسي العادية، ان احنا نحط في النتورك بوليسي اوبشن الباس. معنى كده ان انا بقول له عدي البوليسي او عدي الترافيك ده للنتورك بوليسي العادية، هي اللي تعمل له allow او deny. وبيكون ليها priority بتاعتها دي بتكون من 1 ل100، وكل ما يكون البريوريتي اقل ده معناه ان الرول دي هيتعمل لها evaluation الاول وهتطبق الاول، زي الاكسس كنترول ليست في النتورك ديفايسز بالظبط. وهنا عندنا مثال على admin network policy manifest file، فهنلاقي عندنا ال API version والkind والميتا داتا محطوط فيها النيم، بس هنا دي مش name spaced، لان هي زي ما قلنا هي cluster scope. والسبيك بقى بتاعتها اول حاجة زي ما قلنا البريوريتي. السبجكت دي فيها النيم سبيسز اللي احنا عايزين نطبق عليها البوليسي، وبعدين نقدر نحدد بقى الانجريس رول بتاعتنا from namespace selector مثلا، ونحط او نماتش الليبلز اللي احنا عايزين نعمل لها ماتش. واهم حاجة الاكشن، سواء بقى قلنا هنحط allow ولا deny ولا هنعمل pause. تعالى كده ناخد مقارنة سريعة بين النتورك بوليسي والادمن نتورك بوليسي. فالسكوب طبعا زي ما قلنا النتورك بوليسي العادية هي نيم سبيس، لكن الادمن نتورك بوليسي هي كلاستر سكوب. مين يقدر يستخدم كل واحدة فيهم؟ ففي النتورك بوليسي العادية يا اما الديفلوبر يا اما النيم سبيس ادمنز، لكن في الادمنستريتور نتورك بوليسي لازم يكون كلاستر ادمنستريتور. في طبعا اختلاف بين ال API groups اللي مستخدمة في الاتنين. في priority بس في الادمن نتورك بوليسي، الاكشنز في النتورك بوليسي العادية معنى ان انا حطيت رول سواء ingress او egress فمعناها ان انا بعمل allow، لكن في الادمن نتورك بوليسي انا اقدر اختار يا اما allow يا اما deny يا اما pass. الادمن نتورك بوليسي تعتبر تير 1، حين ان النتورك بوليسي العادية تعتبر تير 2. معنى ان تير 1 يعني priority بتاعتها اعلى وبيحصل لها evaluation الاول، وبتقدر تأوفر رايت النتورك بوليسي العادية. زي ما قلنا يبقى مين بيقدر يأوفر رايت؟ هي الادمن نتورك بوليسي. طيب خلينا ابتدي معاك كده ديمو، وتعالى نشوف البودز اللي موجودة عندنا. تعالى نشوف اولا النيم سبيسز اللي عندنا. فتعالى نقول له oc get نيم سبيسز. احنا عندنا نيم سبيس اللي كنا مستخدمينه في الار باك، وعندنا نيم سبيس قديم اسمه تيست. فتعالى نشوف لو فيهم بودز. تعالى نقول له oc get بودز لنيم سبيس اللي هو تيست، وخلينا وايد كمان عشان نشوف الاي بي بتاعه. ونفس الكلام للنيم سبيس اللي هو الار باك. فكده عندنا 2 بودز في 2 نيم سبيسز مختلفين، لكن لو خدنا بالنا هنلاقي النتورك هي نتورك واحدة، دي 10.217.0. بعد كده الاوكتت متغير، ودي
ودي 10 217 0 وبعدين اوكتت متغير، فمعنى كده ان هما في سيجمنت واحدة وفي نتورك واحدة، فهل قادرين يكلموا بعض ولا لأ؟ طيب تعالى كده نقف في البروجكت بتاع الارباك مثلا ونقول له OC project الارباك تيست. تمام، احنا كده جوه البروجكت بتاع الارباك. تعالى بقى نتست الكونكشن ما بين الارباك بود للتست بود عن طريق ان احنا هنستخدم كيرل. فتعالى نقول له OC remote shell للارباك بود بتاعنا ونكيرل على الاي بي اللي موجود هنا بتاع التست بود ونشوف هيطلع لنا حاجة ولا لا. خلينا نحط بورت 8080 وهنا فعلا طلع لنا نتيجة، يبقى هو قادر يوصل لبورت 8080 على البود اللي موجود في نيم سبيس تاني. فتعالى بقى نروح على النيم سبيس بتاع تيست ونبتدي نحط نتورك بوليسي عشان نريستريكت الترافيك اللي جايلنا. طيب عشان نجرب برضو خلينا نروح نكريت بروجكت جديد، يبقى هنريستريكت الترافيك من بروجكت وبروجكت تاني هنقلو منه الترافيك. فخلينا نقول له OC new project allow network policy. عملنا بروجكت جديد وتعالى بقى قلنا احنا من اول الخطوات اللي بنعملها عشان نلو ترافيك من نيم سبيس او بروجكت معين، فبنروح نليبل البروجكت بتاعنا. فهنقول له OC label نيم سبيس ونديله اسم النيم سبيس اللي هو allowed network policy ونسميه مثلا app web، وهو ده الليبل اللي هنستخدمه. فكده قال لنا النيم سبيس بقى labeled. فتعالى برضو نرن بولد عشان نتست منه. فتعالى نقول له OC run لويب. البوت ده الايمج بتاعته nginx، خلي البوت ده يتعمل له كرييشن. وتعالى بقى نروح نكرييت النتورك بوليسي بتاعتنا. بص خليني اخدك ان احنا نكرييت النتورك بوليسي عن طريق الويب كونسول عشان تكون عارف انت هتقدر تكريتها منين من الويب كونسول، وطريقة الكرييشن على الويب كونسول اسهل بكتير. وفي الاخر نروح نطلع المانيفست فايل بعد ما نكرييت نتورك بوليسي ونبص عليه. فهنا وانت بتكرييت من على الويب كونسول هنختار البروجكت بتاعنا اللي هو تيست بروجكت وعايزين نروح نكرييت نتورك بوليسي، فهنقول له كرييت للنتورك بوليسي. فهنا احنا بيقول لنا ادي اسم للنتورك بتاعتك، فسيب الديفولت نيم اللي هو حطه زي ما هو. البوت سيلكتور عايزين سيلكت بود ولا لا، فاحنا عايزينها تتابلاي على كل البودز اللي موجودة جوه التست نيم سبيس. وهنا البوليسي تايب قالك عندك حاجة اسمها deny all ingress traffic ولا deny all egress traffic، ولا انت محتاج تضيف رول جوه الانجرس. فتعالى نقول له هنضيف ingress rule، وهنا هنختار ان احنا عايزين allow pods from inside the cluster. وهنا هديله بقى للنيم سبيس سيلكتور الكي والفاليو اللي احنا عملنا لهم ليبل للنيم سبيس بتاعنا اللي هي كانت اب، والفاليو ويب، والبوت سيلكتور هنسيبها فاضية، احنا مش حاطين ليبلز للبودز بتاعتنا. والبورت اللي احنا بنستخدمه هو بورت 8080، يبقى احنا هنقلاو الترافيك من النيم سبيس اللي عنده التاج او الليبل اللي هو اب ويب، لكن اي نيم سبيس تاني زي الارباك اللي احنا عملنا تيست منه من شوية وكان شغال المفروض ما يشتغلش. وتعالى نقول له create النتورك بوليسي. لو بصينا بقى كده على يمل الفايل بتاعها هنلاقي النتورك بوليسي بتاعتنا معمولة جوه النيم سبيس اللي اسمه تيست. وفي السبيك البود سيلكتور زي ما احنا قلنا مفيش بودز سيلكتد، فهي هتتابلاي على كل البودز. والانجرس رول بتاعتنا from البود سيلكتور مفيش بود سيلكتور بس في نيم سبيس سيلكتور. والماتش ليبلز اللي هو الاب ويب، والبوليسي تايب انجرس. وهنا البورتس التي سي بي بورت اللي هو 8080. خلينا نرجع بقى على التيرمينال ونقول له اوسي جيت بودز نشوف ان البود اللي كريتناه بقى اب اند راننج. وتعالى نجرب. فهنقول له اوسي ريموت شيل للبود اللي اسمه ويب ونكرل من جوه البود ده ونشوف هيطلع لنا ايه. طلع لنا نتيجة. طيب تعالى نجرب بقى من البود التاني. فهنقول له ريموت شيل بس دلوقتي من نيم سبيس اللي هو الارباك تيست من الارباك بود ونكرل. وتعالى نشوف هيطلع لنا حاجة ولا لا. طيب انا بقالي اكتر من دقيقة
عامل الكيرل، فخلينا يبقى كيرل داش في عشان نشوف الفيربس. فهو بيتراي ان هو يأكسس، بس هو مش قادر يأكسس من الارباك بود. معنى كده ان النتورك بوليسي فعلا عملت ريستريكشن للترافيك اللي جاي من الارباك تيست نيم سبيس، لان هو مش موجود عندها في الالاو بوليسي بتاعت الانجريس. طيب تعالى بقى نشوف لو احنا عايزين نقلاو الانجريس او المونيتورنج بنجيب الليبلز زي بتاعتهم. فممكن نقول له oc get namespaces، نحدد له النيم سبيس بتاعنا اللي هو الاوبن شيفت انجريس مثلا، ونقول له داش داش شو ليبلز، هيطلع لنا كل الليبلز. وهو ده الليبل اللي احنا محتاجينه، البوليسي جروب نتورك اوبن شيفت اي او. وده هنحطه في لو جينا نستخدمه يعني في الويب كونسول، فهنحطه مكان الكي وهنسيب الفاليو فاضية. ولو عايزين نشوف للمونيتورنج فهنقول له اوبن شيفت مونيتورنج، ونطلع الليبلز بنفس الطريقة. وبكده عرفنا مع بعض طريقة استخدام النتورك بوليسيز، وازاي ان احنا نقدر نسكيور البوت تو بوت كوميونيكيشن والترافيك اللي بيجي من النيم سبيسز، وازاي ان احنا نقدر نقلاو الانجريس على النيم سبيسز اللي احنا محتاجين نقلاو عليها الانجريس، ونقدر نديسيبل كل حاجة على النيم سبيسز التانية عن طريق الديفولت ديناي بوليسي اللي نقدر نطبقها عشان نبقى متأكدين ان احنا عاملين سكيور للورك لود بتاعنا. وكمان عرفنا الادمنستريشن نتورك بوليسي وطريقة استخدامها، وازاي ان احنا نقدر allow ونديناي ونباس الترافيك للنتورك بوليسي العادية ان هي تعمل له بروسيس. اتمنى الفيديو يكون فاتكم، ولو فاتك الفيديو اتمنى ان انت تعمل له لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد من كورس الاوبن شيفت ادمنستريشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.